ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. في اجزاء كتير موجودة في جسمنا ومش عارفين ايه وظيفتها، وبنفتكر ان ملهاش اي لازمة، لكن انا حابب اعرفكم اكتر عليها. شعر الباط مثلا، شعر الباط فايدته انه بيمنع احتكاك الجلد ببعضه، وده ملوش اي علاقة بالنظافة الشخصية. مش بقولك سيبه، لا، انت تقدر تمنع الجلد ان هو يحتك ببعضه عن طريق انك تحلقه وتحط مزيل عرق. معلش بقى، انا عارف ان الريحة شكلها وصلت لك دلوقتي. الحواجب بتمنع العرق انه ينزل على العين، وبتحمي العين من اي نوع من انواع التراب. الرموش، الرموش بتحمي العين من التراب برضه، بتخليها حساسة ناحية الضوء الزيادة، لان الضوء الزيادة زي ما انت عارف بيتعب العين. عمرك سألت نفسك ايه وظيفة الضوافر؟ تخيل ان وظيفة الضوافر انها تساعدنا ان احنا نمسك الحاجة كويس بصوابعنا، وكمان في نهاية صوابعنا في مستشعرات حسية وأعصاب حساسة جدا، فالضوافر دي بتبقى طبقة حماية ليها. أنا عارف إن الفيديو ده يمكن من أغرب الفيديوهات اللي أنا عملتها. وبكده أنا خلصت الحلقة وعرفتكم حاجات انتوا ما كنتوش تعرفوها قبل كده، وأكيد كان عندكم فضول إن انتوا تعرفوا ايه وظائف الأعضاء دي. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.